يوم الرادنا وين ما الغرب موجود أنا أبني ساتر. وأنا دائما أقول كون أول واحد يصدى للساتر هو رجل الدين. إيه؟ كون نشتغل بطريقة النبي وعلي. ترى كل القيادات يقول اهجموا إلا النبي وعلي يقول اتبعوني. لازم نعرف الغرب شو يريد شو يفكر ونخطط شلون نصيد هجومه. ما معقول مخلين أولادنا ضحية للمؤامرات الغرب. أمامك هاي المخدرات بأنواعها تدخل زين وين وزارة الداخلية؟ كذا ألف منتسب. وين الجيش؟ ليش بويا؟ المنافذ الحدودية. تبين فرهدة والعراق ما شايف وصار عنده حزب 100 مليار ما تكفي يوم ثلاثة وتندفن حالك حل. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا. يابا هسه فليساتنا أخذتوهن أخلاقنا حافظونا عليهن. خلونا الأخلاق يقول لا فلوسكم ولا أخلاقكم. وبنروح بالدم ونعلق له صورة. والله يا عمي اللي يقول العراق ضحية ساسة فقط لا العراق ضحية أهله. حشا الخيرية شعب قافل. يعني أنا دائما أقول بزمن صدام تقدر تنتقل صدام قدام بعثي شو يخلصك. إذا ابن حمولة يقول لك هاي آخر مرة أسمح لك تحكي على القائد الضرورة. هسه نفس الطينة بس بدلنا صدام نفس القفلة. والله مشكلة بينا. هل أنا مرات يقول شيخنا تحكي على العراقيين يا أبو العباس ما ننجرع بعد. واحد عنده مراقد الأئمة وعنده مرجعية عمرها أكثر من 1000 سنة حوزات وعندك كل مقررات التقوى. ليش ما ترتقي؟ ليش؟ المفروض الإمام المهدي من ها هنا ينطلق يراد لنا جيل. يا أخي لا تتكبر عن نصيحة اسمع. ترى عندنا بعض الخطباء خبلونا أنتم لا أنتم ولا أنتم. أنا مالي شغلة لا بالطبخ ولا بالمشي. أريد قيم محمد موجودة. قيم الإسلام موجودة. أكو صدق أكو أمانة. روح الدوائر الدولة اليوم فرهود ببلاش وأكبر حرامي هو الإسلامي. يعني يقول لك المرجع مالي يقول بوق. يا الله فهموا الفتاوى خطأ قدموا المصلحة الخاصة على العامة. ما تقوم لنا قائمة تبذير بالمال العام. عيني عينك. هذا أبو البصرة بها 100 مشكلة ومشكلة. يوزع سيارات. الحكومة المركزية توزع سيارات. ليش أنت؟ مو هاي خزينة من خزينة محافظة ومتعوبة. أحكي واحد يحاسب بعد شلون. مرات ترى احنا العراق عاطفيين. قال لك أهل البصرة هالكرم كرم شيء والاستحقاقات شيء. أنت تنطي سيارات المنتخب من خزينة الدولة ومن خزينتك. هاي خزينة محافظة يا أخوان. ترى أكو يردون. أنا أتخطر أحد علماء مصر قبل عقود قال ذهب وقت القلم وجاء وقت القدم. سابقا الإنسان يقيمونه بقلمه بفكرة. هسه بقدمه يقول من نص الساحل ولا. قال لي أولادنا من يشوفون اهتمام بكرة قدم وما يشوفون اهتمام بالعلماء بعد يدرس بعد يوم ولا ثلاثة. قال لك أدخل بنادي وأصير مؤامرة كبيرة وأدري بي أنا مكروه لأن ما حد يحب الصراحة. شيخنا خلينا نفرح. ايش تفرح؟ أنا أفرح إذا كان فرحتي ما تتعارض مع نواميس الله تعالى. والله قبل أيام أشوف هاي مال بالطين نسوان وزلم. شجاكم كنكم خنازير مسطين على شنو؟ هذا التزاحم لو من أجل صلاة لو من أجل محفل قرآني لو من أجل أن يذب عن وطن. لا والله ايش تضع كرة قدم ثم تعاينتم شعافة بنص الزلم وبالكيسة بيج. هاي هم عتها أب رجل وذكر. والله هاي المظاهر بس تتفشى بعد ما ننهض أبد.